وصلنا ل1000 مشترك. هو رقم مش كبير ولكن انا مبسوط بيه بشكل مش طبيعي، وحابب طبعا اشارك انبساطي ده لان ده الاساس اللي انا ببني عليه. انا دلوقتي ببني للقناة. انا ممكن بكل بساطة على فكرة افضل اعمل اعلانات ممولة يمين وشمال، وده هيحصل، ولكن لما ابقى من ضمن يوتيوب بارتنر بروجرام، لما ابقى من ضمن شركاء يوتيوب هبدأ اعمل اعلانات ممولة واشتغل على الموضوع بشكل كوميرشال اكتر. هو في حاجات هنا في القناة علشان تكونوا عارفين انا بعملها بغرض ان هي كوميرشال، بغرض يعني اعمال نتفليكس، الاعمال السريعه، المراجعات السريعه اللي بعملها دي حاجات بتكون كوميرشال. الغرض الاساسي منها يعني ان انا يكون في ريتش عندي في القناة، والقناة يكون فيها تفاعل، لان الفيديوهات التانية اللي انا بشتغل عليها بديها مجهود كبير جدا، ولكن لما اجي ابص على الفيوز الاقي 30 فيو، 50 فيو، 70 فيو، 100 فيو، فالموضوع مش مشجع اطلاقا. فبالتالي برجع اعمل مراجعات لاعمال نتفليكس لان بيكون عليها يوتيوب سيرش. وده سر من اسرار يوتيوب، ان انت تشوف الحاجة اللي موجود عليها سيرش وتعمل عنها كونتنت علشان هي اوريدي عليها سيرش، فالفيديو بتاعك هيظهر من خلال السيرش ده. دي حاجة في السيو بتاع اليوتيوب. ولكن انا مستمر بكل تأكيد ان انا اعمل فيديوهات تانية غير الفيديوهات الكوميرشال، نتكلم عن السينما، نتكلم عن مخرجين معينين احنا بنحب نتكلم عنهم زي كوينتين تارانتينو ومارتن سكورسيزي وكريستوفر نولان والفريد هاتشكوك وكمان ستيفن سبيلبرج ومخرجين كتير. يعني احنا ان شاء الله يعني هحاول اخد سلسلة كده اتكلم فيها عن افضل اعمال للمخرج ده. في السلسلة اللي انا عملتها 3 افلام في التمام اللي اتكلمت فيهم عن افضل افلام واقوى 3 افلام لكريستوفر نولان، همشيها برضو لاقوى افلام لمارتن سكورسيزي. كمان مارتن سكورسيزي يعني علشان هو ليه افلام كتير جدا، الفيلموجرافي بتاع نولان اقل بكتير جدا من الفيلموجرافي بتاع مارتن سكورسيزي. فبالتالي انا ممكن اعمل، يعني شغال على فيديو دلوقتي هعمل مثلا افضل افلام طويلة لمارتن سكورسيزي زي فيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون وفيلم ذا ايرش مان مثلا. ممكن اعمل مقارنة ما بينهم وايهما بيكون ممتع اكتر في السرد. ولكن يعني دي خطط كتير انا برتب الدنيا علشان نعمل حاجة ان شاء الله. يعني انا بوعدكم دلوقتي ان في حاجات قوية جاية، وما تحكموش على التشانل هنا من الريفيوهات السريعة اللي بعملها لاعمال نتفليكس، لان الريفيوهات السريعة اللي بعملها لاعمال نتفليكس دي علشان الحق بس بيها الترند، علشان القناة يكون فيها ريتش، علشان تشجعني اصلا ان انا اشتغل على يوتيوب وان انا اكمل في صناعة النوع ده من المحتوى. ثانيا ودي اهم حاجة انا عايز اتكلم عنها، هي بالنسبة للشغل، وانا منين بجيب فلوس علشان اقدر اكمل يعني في صناعة النوع ده من المحتوى، ولا هل انا بشتغل شغل جانبي جنب الشغل اللي انا بعمله على يوتيوب؟ هو بكل اسف الشغل على يوتيوب محتاج ان انت تكون متفرغ تماما ليه، ان انت تقعد تتفرج على الافلام وتعملها مراجعات وتبحث عن الافلام وتعمل سكريبت قوي وتجيب معلومات من هنا ومعلومات من هنا وتبدأ تعمل سكريبت قوي جدا وتصوره وتمنتجه. وعلشان تصور لازم يكون معاك كاميرا كويسة ومايك كويس تاخد بيهم كواليتي كويسة، وتمنتج الحاجات اللي انت بتعملها لازم يكون معاك جهاز كمبيوتر قوي تقدر تمنتج. ده غير ان انت لازم تظبط الاضاءة، ده غير ان انت لازم تكون مهتم بشكلك وبلبسك وبالميك اب اللي انت بتعمله لو في حاجة عايز تعمل لها ميك اب لكاركتر معينة جوه الفيلم. فده كله شغل وبرودكشن عالي جدا. علشان تعمل ده بجنب شغل تاني هتكون مشتت بشكل مش طبيعي، لان الشغل التاني في اي شغلانة في الدنيا هو حرفيا بيحلبك. انا كنت شغال في المملكة العربية السعودية، قعدت فترة معاهم وسبتهم، ولما سبتهم فكرت جديا ان انا اركز بقى في يوتيوب. عملت مشروع جانبي، انا بشتغل على مشروع جانبي دلوقتي ولكن ملهوش علاقة طبعا بيوتيوب ولا ليه علاقة اصلا بالفيلم ميكنج. هو مشروع تجاري بحت، يعني بكل تأكيد واخد من وقتي شوية حلوين، ولكن بحاول بجانب الشغل الجانبي اللي انا بعمله ده بحاول اركز في يوتيوب اكتر. بس يعني كمان خليت الشغل ده يكون شغلي انا الخاص، يعني مفيش مدير متحكم فيا في تاسكات معينه، شغل بيزنس خاص، يعني حاجه كده اعملها بجنب ان انا اشتغل في يوتيوب علشان يربطني شويه، بس برضو ان انا اكمل في يوتيوب. لان انا لو مفيش حاجه ربطاني بوجودي في مكان معين هتلاقيني سافرت في اي فرصه سفر جاتلي ممكن اطير يعني. ويوتيوب محتاج استقرار، يعني بقول لكم شايفين اللي انا بقوله دلوقتي، يوتيوب محتاج استقرار، محتاج استقرار جدا يعني، علشان تعرف تركز ويبقى عندك الاستوديو بتاعك اللي انت بتصور فيه خلاص، ويبقى عندك المكان اللي انت بتتفرج فيه على افلامك، تعرف تعمل ريسيرش كويس وتعرف تجيب سكريبت
قوي جدا، وتعرف يعني تصور وتمنتج، وكل الحاجات دي محتاجة اماكن معينة تكون ثابتة، استوديو خاص بيك تقدر تصور فيه وتقدر تعمل فيه كل الشغل اللي انت محتاج تعمله. ولكن خطوة اول 1000 مشترك وان انا قربت خلاص ابقى من ضمن شركاء يوتيوب، دي خطوة قوية جدا هتخليني اكمل في مشواري في يوتيوب. وفي نقطة تانية كمان انا عايز اتكلم فيها، ان انت لو اشتغلت في مصر تمام بالمرتبات اللي انت بتشتغلها في مصر، انت ممكن يعني ايه، الناس بتطلع بتقول يوتيوب ويوتيوب ما بيجيبش فلوس ومش عارف ايه، ولسه لما توصل ل1000 مشترك ولسه لما توصل ل100,000 مشترك ولسه مش عارف لازم تجيب فيديوهات خرافية علشان هو الكلام ده حقيقي وبجد. ولكن خليني اقول لكم حاجة، يوتيوب محتاج اللي يبص لقدام، يعني ما تبصش لحظيا انا بعمل مجهود وبتعمل مجهود مش طبيعي. بكل تأكيد المجهود اللي انت بتبذله علشان تعمل حاجة على يوتيوب بيكون مجهود خرافي، اوكي؟ ولازم تكون مخك قادر يستوعب ان انت تبقى مالتي تاسكينج، تعرف توزع، تعرف تمنتج، تعرف تصور. انا مش عايز اعيد الكلام كتير، بس يوتيوب محتاج واحد حرفيا بيعرف يعمل 60,000 حاجة في بعضهم، تمام؟ وبيعرف يعمل تايم مانجمنت بشكل مش طبيعي. وانا مش بقول ان انا شاطر في التايم مانجمنت، بس على قد ما اقدر بحاول امانج التايم بتاعي بشكل كويس يكون افكتيف. طبعا بيجي لي حالات احباط كتير جدا، وفي اوقات يعني كنت بقرر ان انا هوقف الهبل اللي انا بعمله هنا على يوتيوب واروح اشوف لي شغلانه وارضى بال5-6 آلاف جنيه اللي انا هاخدهم من شغلانه في مصر وخلاص. ولكن انا فكرت بعد ما اتعب مثلا، خليني تعبت لمدة سنة علشان ابقى منضم لشركاء يوتيوب، وبعدها مثلا لو جات لي $100 واحدة بس، $100 بكل تأكيد دي هتبقى في تزايد، وفي نفس الوقت $100 دي هتبقى افضل من مرتبك، يعني او هتكون يا سيدي مساوية لمرتبك في مصر. فبالتالي لا، انا اخش في حاجة اديها شوية مجهود واديها شوية تعب، تمام؟ ولو هتكون متساوية ماديا مع شغلانة تانية، شغلانة هتفضل طول عمرها زي ما هي، عمرك ما هتزيد فيها الا لو بعد سنين بقى ضوئية علشان تترقى تبقى البروجكت مانجر بتاع الموضوع، بعد كده تبقى الاوبريشن مانجر، وبعد كده لازم تبقى حاجة بنت لذينة خرافية علشان تاخد مرتب كويس، وبرضه مش هيبقى افضل من دخلك من يوتيوب. فبالتالي انت لو فكرت، انت لو هتجيلك $100 واحدة بس في الشهر، اوكي، هتقدر تخليك تستمر لمدة سنة كمان. السنة دي انت طبعا، والموضوع وانت وشطارتك يعني، علشان الموضوع بيعتمد على قوة انتاجك، والموضوع بيعتمد على قوة كتابتك للسكريبت، والموضوع بيعتمد عامة كلي عليك انت وعلى مجهودك. على قد ما تدي مجهود على قد ما هتاخد من يوتيوب. بس وحبيت اشارك معاكم الموضوع ده، واشارك معاكم بكل تأكيد الفرحة دي، واقول لكم شكرا بجد والله من كل قلبي. انا بشكركم، بشكر لل1000 واحد اللي امنوا بيا وعملوا سبسكرايب في القناة هنا، لان انتوا فعلا خلتوني ابقى غير مشتت، لان انا طول الوقت مشتت فكريا، مش عارف اكمل في الوظيفة العادية ولا اعمل فيديوهات هنا واصنع محتوى على يوتيوب. فبجد شكرا ليكم جدا. وبس كده، هنا بكون وصلت لنهاية فيديو النهاردة. وبكل تأكيد ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو انتم مش مشتركين في القناة. وبكل تأكيد ايضا ما تنسوش تدعوا لاخوتنا في فلسطين، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.